السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي الكرام. يقول الأخ الحبيب: هل يوم القيامة في الجنة إن شاء الله نلتقي مع أهالينا وإخواننا والناس الذين كنا نعرفهم في الدنيا؟ نقول بالله التوفيق: نعم أيها الصديق، نعم أيها الرفيق، نعم يا حبيبي الغالي. كل شخص تحبه في الله تجتمع معه إن كان هو من أهل الإيمان وختم له على طاعة الرحمن. نعم، قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. أظلهم في ظلي، وفي رواية في ظل عرشي. أين المتحابون بجلالي؟ يعني كنت تحب أخوك في الله في الدنيا، تجتمعون وتستظلون في المرحلة الأولى عندما الشمس تدنو، كما قال عليه الصلاة والسلام: تدنو الشمس من الخلق يوم القيامة حتى تكون منهم مقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه أي العرق، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه أي إلى وسطه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. عافانا الله وإياكم. في بداية العرق وقبل الغرق تأتي الشفاعة، ويستظل أقوام مؤمنين محسنين عملوا أعمال صالحة في الدنيا تنفعهم يوم الدين بفضل الله رب العالمين. قال عليه الصلاة والسلام نبينا الأمين: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل. من هو الإمام العادل؟ وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال، وفي رواية ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. نعم، كان رجل أو أنثى. إذن الجنة يا أحبائي ملتقى للأحباب. الله عز وجل يجمع لك كل أحبائك وأقربائك المؤمنين. قال رب العالمين: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ما ألتناهم أي ما أنقصناهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله لا يرفع ذرية العبد إلى درجته لتقر بهم عينه. الله، لكي يفرح. في حديث ولكن لا أصل له، لكن المعنى صحيح هذا الذي سيحدث، أن يقول فلان: يا رب لا تكتمل اللذة بالجنة إلا بصاحب فلان أو صديق فلان. سبحان الله عز وجل. فيجتمعون في الجنة على سرر متقابلين كما قال رب العالمين. تنزع الأحقاد، تنزع السموم عندما يدخلون جنة الحي القيوم. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. سبحان الله رب العالمين، على سرر متقابلين. نعم أيها الطيب، أسأل الله يجمعنا وإياكم أجمعين، اللهم آمين. ولكن إن كنا ومتنا على الصلاح كما قال الله عز وجل: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم. نعم، إذن الصالحين المصلحين الخالصين المخلصين لرب العالمين هؤلاء يدخلون الجنة بإذن الله. ومن صلح، أهم شيء يكون في صلاح، ومن يختم له على الصلاح. ومن صلح من آبائهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. سبحان الله. طبعا إذا في الدنيا إذا عندك معارف أصحاب تتصل بفلان وفلان حتى تصل إلى رقم شخص تحبه وشخص تعرفه. نعم، كيف في الجنة عند الله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. طبعا جاء في الحديث المزيد الرؤية الله عز وجل. نعم، كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. شيء لا يخطر على قلبك، فهل استغفر الله سيعجز الله أن يعني يحقق لك هذه الأمنية، يجمعك مع أحبابك؟ لا، إن طبعا ماتوا على الإيمان.
نسأل الله أن يختم لنا وإياكم على الإيمان وطاعة الرحمن، اللهم آمين. أيها الأحبة الطيبين، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.